تصفيه حسابات عشان النظام الحزب الوطني القديم محسوب ان انا محسوب على النظام السابق والحزب الوطني والكلام ده كله. القضيه ليها ابعاد؟ ليها ابعاد سياسيه، وانا سامعها على التلفزيون من البلتاجي. سامعها من البلتاجي بيتكلم 16 دول. انا عندي شركه تقسيم اراضي وعندي كميه اراضي الحمد لله مستوره قوي، لا محتاج لا بلطجه ولا محتاج لعافيه ولا محتاج الكلام اللي بيحصل ده كله. واذا كنا وقفنا مع النظام السابق في الانتخابات وكلام من ده كان اي حد يوقف، يعني اي حد كان يستدعوه النظام السابق لازم يوقف، ما كانش يقدر يقول لا. لا ناس محترمه بصراحه المفهوم كله ان انا مش بتأجر في انتخابات او كلام من ده. انا الانتخابات نزلتها مره واحده في 2005 مع الله يرحمه الحاج بدر القاضي، ده يعتبر والدي وماسك دايره دول ابو العلا وكلام من ده. احنا لا بنتأجر ولا محتاجين الكلام ده. وقفنا في الانتخابات على اساس نقف معاهم وكلام من ده، لان كان في ناس كتير يعني بتدفع فلوس وتعمل كلام من ده. الاعضاء الثانيه كانت نازله ضده، فاحنا نزلنا الحمد لله بالحق وخوفنا من جنبه لغايه ما خدها وما فيش مشكله. لو عندك مخدرات؟ وكلام من ده التانيين دول ما اعرفهمش. وكلام من ده التانيين دول ما اعرفهمش. دي عند حضرتك؟ لا دول ما اعرفهمش، هم فيهم واحده انا اعرفها اللي هي مرات واحد اسمه محمد شغال معايا ومعاه بطاقته وفيها هي زوجته وكلام من ده التانيين دول ما اعرفهمش. هل سبق اتهامك في قضايا قبل كده وهل كان فيها شبهه تفريق زي ما حضرتك؟ لا لا مفيش حاجه. يعني انت شايف ايه المخدرات ودعاره وكده، فعشان كده بسمع. الدعاره اللي ممسوك ده محمد ده شغال معايا ماسك مدير الشركه عندي ومعاه مراته وبطاقتها موجوده وقسيمه الجواز قدمناها امبارح في النيابه. في بنات وبتاع ولا لا؟ بنات ايه ده؟ في بنتين او مش عارف اللي جايين من بره دول انا ما اعرفهمش اساسا، دول جايين لي عن طريق حد ان اتوسط لهم، اكلم بانوراما او اكلم حد مثلا فيهم باين بنت بتمثل او كلام من ده. انا ما قابلتهمش، هم جم لقوني نايم انتظروا شويه، انتظروا وحصل اللي حصل التو. انتظروا يعني في اوضه النوم قاعدين ولا انتظروا؟ انتظروا في استراحه في وش المبنى عندي، مش الجناح بتاعي بس، المبنى عندي عامل زي المنتجع، زي في الجناح بتاعه في تعتبر 4 فيلل متقطعين كده. يعني شايفاك حد صاحبي شايفاك كسرت قد ايه اما اتمسكت؟ لا هي وانا زعلان مش كسره، هي الحمد لله ربنا شايفه كسره مش شايفه زعل، شايفه كسره الحمد لله. متخيل انك اقوى او مش هيحصل لك ده في يوم من الايام؟ لا انا مش يعني انا مش عايز اعمل مشاكل وببعد عن المشاكل، فما كنتش مستني. يعني هم لو كلموني قالوا لي تعالى من غير الكلام ده كله، من غير مضارات ومن غير الحاجات اللي وصلت والتشكيل اللي نزلت فيها اهانه؟ لا الحمد لله شغلهم بس انا ما بستاهلش كده. تعبان عليك نفسك يعني؟ اه طبعا. طبعا عشان اوصل للمرحله دي النهارده حرام يعني ان انا صبري مخنوق واكبر بلطجي وبتاع، صعبان عليك نفسك؟ لا مش عمليه بلطجي، يعني حرام ان يتعمل معايا كده. البيت قال انا ما بقولش عليك كده على فكره. لا يعني عشان يتعمل معايا كده وانا مش هعمل حاجه ما استاهلش. هو كان عليا حكم نزلوا جابوني مش على كده، يعني النهارده بينزلوا في ناس معينه بتتجامل بيا وانا ما استاهلش مجامله، ان انا برضو طول عمري كنت واقف مع الشرطه وبتاع الشرطه. انت عشان عايزين الامن يرجع. الحاجات اللي هم قالوا لي عليها بقى اللي هي الاجهزه اللي هي مش عارف
عارفه فيها اتصالات دوليه ايه ومش عارفه حاجات تشفير، يعني ما فهمتش. اجهزه لاسلكي تترا الجديد ده مسجلين باسم كايرو ستار صبري نخنوخ. دول ايه يعني؟ دول اجهزه بتعامل معاهم انا، يعني جهاز معايا على طول، جهاز في الفيلا وجهاز في الموقع في الفيلا المبنيه في وسط الصحراء وكده، وجهاز تاني في مصر في المكتب عندي. الاربعه متصلين ببعض وشغالين، تصريحهم من شركه موتوريلا وواخد موافقاتهم واخد كل حاجه. تعمل ايه يعني؟ طب ما تتكلم في التليفون، يعني ليه اتصالات كده؟ يعني ممكن تليفوني النمر المميزه عندي بتيجي معاكسات كتير، فتملي بقفله شويه، فبتعامل في الشغل اكتر بالاجهزه. طب يعني الخزن ما رضيتش تفتحها؟ لا انا الخزن الكبيره هم يفتحوها، انا لسه شاري خزن دي جديده تقيله من المزاد ومفتاحها كانت معايا، بس انا لما طلعت سافرت نسيت حطيتها فين او كده. لقوا فلوس كتير قوي في البيت برضه. لا دي مصاريف عاديه. مصاريف عاديه؟ غني قوي؟ لا الحمد لله مستوره. يعني كام مليون كده؟ لا لا ما كده يعني فكرة غلط. مفيش ضد محضر، مفيش ضد محضر، يعني ممكن تراجعي. طب المخدرات لقوها عندك؟ انا اساسا ما بدخنش خالص. بتجيبها ايه يعني؟ ضيافة يعني؟ يجي تعزم يعني المخدرات دي ليه عندك؟ لا انا ما اعرفش عنها حاجه خالص المخدرات دي. اللي لقوها عندك دي؟ لا ما اعرفش حاجه عنها خالص. وممكن ما تطلعش مخدرات، يعني الطب الشرعي يشوفها والتحاليل تشوفها ممكن ما تطلعش مخدرات. تطلع ايه بقى؟ ما اعرفش، ان انا ما بدخنش، انا رياضي، انا اساسا بلعب مصارعه وكده، كنت بلعب بوكس. وايه تاني؟